محمد رمضان فنان مفتر أم إنسان مفترى عليه؟ بقلم وإلقاء رافع آدم الهاشمي. بالكاد تمر عدة أيام حتى أجد أمامي منشوراً على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يتناول فيه صاحب المنشور ذات العلاقة جانباً محدداً من جديد أعمال الفنان محمد رمضان. ولكن بأي شكل يكون التناول هذا؟ شكل يخلو من النظرة العلمية الأمينة لماهية الأحداث وسيرها، ناهيك عن خلوه سبرها حتى ولو كان سبرا أوليا غير دقيق، إذ أن أصحاب هذه المنشورات يكيلون اللعنات والتهمة إلى الفنان محمد رمضان لدرجة اتهامهم إياه بأنه أس الفساد المستشري لدى عدد غير قليل من الشباب. بل أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، وليته توقف الأمر إلى هنا، فهو أخذ شكلا أكثر خطورة بتوجيههم الاتهام أيضا إلى المنتج محمد السبكي بأنه المظلة الرئيسية في تمويل الفساد على مستوى الوسط السينمائي من أقصاه إلى أقصاه. ومن الجهة التي أجازت ترخيص هذا الفساد المزعوم؟ بربك أنت، هل رأيت مدى خطورة اتهاماتهم تلك؟ وإلى أي مدى يرمون التهمة عليه ويرومون الوصول إليه من هذه الاتهامات؟ ما أحزنني حقا هو أنني أرى تعليقات الكثيرين على مثل هذه المنشورات بموافقة محتوى المنشورات هذه والانضمام إلى صفوف اللاعنين والمتهمين، مما جعلني أسأل نفسي سؤالا حياديا للغاية جدا: محمد رمضان فنان مفتر أم إنسان مفترى عليه؟ قبل أن أخوض في بيان الإجابة عن هذا السؤال، لا بد أن نكون على علم معا أنا وأنت أن الفنان هو صاحب الموهبة الفنية كالشاعر والكاتب والموسيقي والمصور والممثل، والفن هو مهارة يحكمها الذوق والمواهب والجمع، وهو جملة الوسائل التي يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف، بخاصة عاطفة الجمال كالتصوير والموسيقى والشعر. والإنسان هو الكائن الحي المفكر الذي يتميز بسمو خلقه ويأنس بأخيه الإنسان. والافتراء هو الاختلاق والادعاء زورا وبهتانا، وفاعله يسمى بمفتر. وافترى الشخص القول أي اختلقه أو ادعاه فكان كاذبا فيه. مما مر من بيان للألفاظ في أعلاه نجد أن الفنان ومنهم محمد رمضان ذو شخصيتين، هما: 1 شخصية الإنسان، 2 شخصية الفنان. وعند التدقيق جيدا في أعماق المعاني المذكورة سلفا، خاصة عند الإبحار في يم ما ورائها، نتيقن من الحقيقة التالية: أن كل فنان إنسان، وليس كل إنسان فنان. ما الذي يعنيه هذا؟ يعني أن الفنان لم يكن فنانا ولن يكون إن لم يكن قبل ذلك إنسانا. والفارق بين الإنسان الفنان والإنسان غير الفنان هو ما أطلق عليه شخصيا مصطلح إبداع الموهبة. إن كل إنسان في الوجود يمتلك موهبة ما،
ربما تزيد عن عدة مواهب مجتمعة معا، ولا تقل عن موهبة واحدة مطلقا، إلا أن إبداع الموهبة من عدمه هو الذي يحدد لهذا الإنسان أن يكون فنانا أو لا يكون. والإبداع الموهبة هذا شروط ومميزات محددة لا بد من توفرها وتوافرها حتى يتمكن صاحبها من الوصول إلى شخصية الفنان. لا يسع المقال هنا سردها وتوضيحها حفاظا على وحدة الموضوع وعدم تشعب الكلام فيه. إن إنجازات محمد رمضان الفنية هي إنجازات إبداعية بامتياز، بما فيها تلك التي يرى فيها البعض أنها تحث الشباب على التحرر من سطوة أفكار الماضين بالانجرار خلف بهرجة أفكار القادمين. وإذ أنه فنان كان لا بد له من عرض الجانبين الواقعيين للشيء المنجز، تارة من جانب الخير وتارة أخرى من جانب الشر، ابتغاء تحريك العقول وإثارتها للدخول فيما وراء الوراء لكل شيء يتم عرضه إليها لا عليها. بصفتي محقق مدقق أمين، وبصفتي مؤسس العلم الماورائي في كشف الحقائق والخفايا والأسرار الذي لا علاقة له بعلم الماورائيات الخاص بما وراء الطبيعة المعروف بمصطلح الميتافيزيقيا، فإن منهجي في البحث عن الحقائق هو منهج ماورائي بامتياز، وبالتالي فإن كل ما أضعه على طاولة البحث أمامي يكون خاضعا لمنهجي الماورائي هذا. عليه فإن كل ما وقفت عليه من إنجازات فنية لهذا الفنان الإنسان تبين لي من خلالها أنها تحمل أهدافا وغايات كبرى، حتى أن في بعضها أبواب مفتوحة للولوج إلى طبيعة الذات الإلهية وحقيقة صفاتها والهدف الواقعي من وجود الكون برمته دون استثناء، وإنما بشكل تلميح لا تصريح. والسبب في هذا معلوم لدي، لأن مجتمعاتنا لا تتقبل التصريح في مثل هذه الأمور. وعندما أقول مجتمعاتنا فأنا لا أعني الحكومات مطلقا، وإنما أعني غالبية أفراد الشعب من الخاضعين إراديا لسطوة آراء كهنة المعابد سفهاء الدين المتأسلمين لا المسلمين، الذين يكفرون كل ذي فكر حر يكشف للآخرين حقيقتهم التي أخفوها تحت لباس الدين. والدين من هؤلاء الكهنة المتأسلمين بريء جملة وتفصيلا. لو دققت أنت في مسلسل زلزال مثلا، أو في مسلسل الأسطورة على وجه الخصوص، يمكنك إيجاد هذه التلميحات الأبواب في ثنايا حوار شخصيات المسلسل أو في أفعالهم وردودها تجاه أفعال الآخرين ضمن سياق السرد القصصي الحركي للمسلسل. بالطبع أن الذي وضع هذه الأبواب هو المؤلف وليس محمد رمضان أو محمد السبكي، علما أن محمد السبكي لم يكن منتجا لهذين المسلسلين، إنما ذكرته لك من باب الاستئناس لا الاستدلال. فزلزال من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إبراهيم فخر وإنتاج تامر مرسي، والأسطورة من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد سامي وإنتاج وليد الإبراهيم. إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هو: أليس للفنان الممثل وللفنان المنتج عقل يفكر وقلب يشعر أيضا؟ بالطبع لهما عقل وقلب كلاهما، وبالتالي فهما يفكران ويشعران، وهذان التفكير والشعور هما اللذين يدفعانهما بالدرجة الأولى
لاختيار هذا السيناريو عن غيره وليس المال، لأن العمل الفني إن لم يكن يحمل غاية كبرى وهدفا أكبر لن يمكنه أن يحقق مشاهدات أعلى، وبالتالي سيكون لهذا العمل الذي وقع عليه الاختيار طلبا متزايدا من الجمهور، مما يحقق أخيرا الحصول على عدد أكثر من المال. إذن فهي عملية ترابطية تخضع لتفكير العقل وشعور القلب، وليست مجرد عملية عشوائية تعتمد أرقام أثمانها كما يظن الجاهلون بحقيقة هذه الأمور. هذه العملية الترابطية تأخذ الشكل التلقائي لها مع مرور الأيام وتراكب الخبرات لا تراكمها لدى أصحابها، مما يعني بداهة أن المؤلف والمخرج والممثل والمنتج أيا كانوا إنما هم يسعون سعيا حثيثا لإيصال عمل إبداعي يحمل غاية كبرى وهدفا أكبر، ابتغاء تحريك العقول وإثارتها للدخول فيما وراء الوراء للعمل الفني المعروض أمامها. وأما ما يجنوه من مال فهو تحصيل حاصل ووسيلة لاستكمال المسيرة في تحقيق الغاية المتوخاة وإحراز الهدف المنشود، ليس إلا. الأمر في غاية البساطة، إنه أشبه بصانع السكين وبائعها ومشتريها. ليس بالضرورة أن تكون نية صانع السكين أن تستخدم السكين في القتل، وإنما أن تستخدم في تقطيع الطعام وتجهيزه لأجل تغذية الإنسان. فالذي يشتري السكين هو الذي يحدد طبيعة استخدامها، هل سيستخدمها في تقطيع الطعام أم سيستخدمها في قتل إنسان. استخدامها في تقطيع الطعام هو خير وليس شرا، واستخدامها في قتل إنسان هو شر وليس خيرا. العمل الفني مثل السكين تماما، صانعه هو الفنان المؤلف والفنان المخرج والفنان الممثل سوية، وبائعه هو الفنان المنتج، ومشتريه هو الإنسان. وهذا الإنسان الذي اشتراه هو الذي يحدد كيفية استخدامه لهذا العمل الفني، إما أن يأخذه معه إلى طريق الخير وإما أن يأخذه إلى طريق الشر المعاكس للطريق البديل الذي لا ثالث لهما أبدا. إذا افترضنا أن صانع العمل الفني أو أحد أطرافه الثلاث كان ذو نية سيئة لمعرفته مسبقا أن السكين يمكن استخدامها في القتل، فإذا ارتكب أحد المشترين جريمة بهذه السكين العمل الفني، فهل تقع المسؤولية على الصانع أم على البائع أم على المشتري ذاته هو؟ وحتى إذا ارتكب المشتري هذه الجريمة، فكم هي أعداد المشترين الذين ارتكبوا جرائم قتل بسكين قد اشتروها؟ هل جميع المشترين ارتكبوا جرائم القتل أم أن نسبة ضئيلة هي التي ارتكبت جرائم القتل والآخرون أصروا على استخدام السكاكين في تقطيع الطعام لا استخدامها في القتل؟ السؤال الأهم هو: لماذا أغلب الذين يشترون السكاكين على مستوى العالم كله يستخدمونها في الخير، وأغلب الذين يشاهدون الأعمال الفنية في مجتمعاتنا يستخدمونها في الشر بإحداثهم الفساد والإفساد؟ الجواب هو الوعي الثقافي الذي يحدد ماهية وغايات الشيء وأهدافه. الناس كلهم في شتى البقاع والأصقاع لديهم وعي ثقافي يؤكد لهم أن أصل استخدام السكين في الخير لا في الشر،
وأن الذي تقع عليه مسؤولية تغيير هذا الأصل تغييرا عمليا ملموسا هو الذي قام بعملية التغيير تلك، والذي هو مرتكب الجريمة ذاته. الوعي الثقافي لا يتكون بالمعرفة فقط، ولا يتشكل بالحصول على الشهادات الأكاديمية أيا كانت درجاتها، وإنما يتكون من إثارة العقل في إحداث التفكير، ويتشكل من إثارة القلب في إيقاظ الشعور. في مجتمعاتنا التي اعتادت في غالبيتها طوال قرون عديدة مضت على وضع عقولها وقلوبها طواعية في يد كهنة المعابد سفهاء الدين المتأسلمين للمسلمين، نجد أن عملية إثارة العقل والقلب لدى هؤلاء الواضعين متوقفة تماما، وبالتالي فعلى رغم امتلاك الشخص ذكرا كان أو أنثى شهادات أكاديمية عليا أو معلومات معرفية كثيرة ناتجة عن قراءات عديدة، على رغم هذا تكون درجة الوعي الثقافي لديه صفرا، وغالبا حتى تحت الصفر بمستويات أيضا. ويظهر هذا جليا واضحا في الافتراء الذي يوجهه الكثيرون تجاه الآخرين، بمن فيهم توجيههم الاتهام إلى محمد رمضان أو إلى محمد السبكي أو إلى أي شخص آخر غيرهما، سواء كان الشخص هذا فنانا أو إنسانا فقط. وهذا هو السبب الواقعي الذي أحدث هوة كبيرة بين مجتمعاتنا الشرقية العربية الإسلامية كما تدعي بأسمائها لا مسمياتها، وبين المجتمعات الغربية الأعجمية اللا إسلامية كما يطلقون عليها بغير مسمياتها، حيث أن التطور الحاصل اليوم في تلك المجتمعات إنما هو نتاج تلاقح الأفكار فيما بين أفرادها، وهذا التلاقح ناتج عن وجود وعي ثقافي لديهم الذي هو حاصل إثارة العقول والقلوب معا، والتي هي هذه الإثارة نتيجة طبيعية حين يكون الإنسان هو سيد نفسه في كل اختياراته وقراراته أيا كانت وحول أي شيء كانت دون استثناء، حتى وإن كان ذلك الاختيار أو القرار متعلقا بإيمانه أو كفره بالله. وهذه السيادة هي ما نسميها باسم الحرية، هذه الحرية التي أكد عليها القرآن الكريم صراحة بقوله الشريف: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. القرآن الكريم سورة الكهف من الآية 29. لكن للإيمان عواقب وللكفر عواقب أيضا، ولكل واحد منهما طريق يوصل إلى نهاية مختلفة تماما، إنما الذي يصدر الحكم بذلك هو القاضي القدوس الذي هو الله وليس البشر. إذا اشتريت أنت سكينا وقتلت أنت بها إنسانا فعاقبتك ستكون وخيمة حتما. إذا اشتريت أنت سكينا وقطعت أنت بها الطعام فقط فعاقبتك ستكون حسنة حتما. الأمر ذاته يتعلق بتلقي الأعمال الفنية أيا كانت، أنت الذي تتحمل مسؤولية استخدامك لها. ما لم تمتلك أنت وعيا ثقافيا لن يمكنك أن تميز شيئا بين استخدامات الشيء أيا كان الشيء هذا، وما دمت أنت عبدا أو أمة لدى كهنة المعابد سفهاء الدين فلن تكون سيد نفسك أبدا، وما دمت أنت لست سيد نفسك لن تكون أنت ممن يعبدون الله. وبالتالي في هذه الحالة
فأنت ممن أشرك بالله. من هنا نجد أن مجتمعاتنا تحارب المبدعين والمبدعات وتعمل على إبادتهم بشتى الوسائل والإمكانيات، إذ الغالبية ممن في مجتمعاتنا هم جاحدون حاقدون حاسدون منافقون بامتياز، يفترون على كل فنان بإصدارهم أحكامهم المعتمدة على ظواهر الأشياء لا على ما ورائها. ومن هنا أيضا نجد الجاهلين والغافلين وذوي النوايا الحسنة الذين يسيرون على طريقة من الحب ما قتل دون أن يشعرون. ومن هناك نجد أن تلك المجتمعات تعاضد المبدعين والمبدعات، إذ الغالبية ممن في مجتمعاتهم هم شاكرون محبون مغبطون صادقون بامتياز، لا يفترون على مخلوق أيا كان بعدم إصدار أحكامهم حتى يتيقنوا بالدليل والبرهان. ومن هناك أيضا نجد العاقلين والمتبصرين وذوي النوايا السيئة الذين يسيرون على طريقة تبادل المنفعة وهم يشعرون. في مجتمعاتنا يمتدح أحدهم رجلا كوريا فقيرا استطاع تحقيق النجاح، ويطبل له ويزغرد ببيان خصاله وصفاته، فقلت له ولا زلت حتى الآن أقول: كن واقعيا وصادقا في كشف الحقائق. هذا الكوري وأمثاله لم يصل إلى ما وصل إليه لذكائه، ونحن لم نتمكن من الوصول إلى أي شيء رغم محاولاتنا، ليس لغبائنا فقط. في مجتمعاتهم يساعدون الفاشل حتى ينجح، وفي مجتمعاتنا يسحقون الناجح حتى يتمنى الموت عوضا عن الفشل. فأي خزي وعار لمجتمعاتنا المتأسلمة جلها لا المسلمة التي يدعي أغلب من فيها الإسلام لعقا على ألسنتهم، والإسلام الأصيل منهم بريء جملة وتفصيلا. وأي شرف ما بعده شرف لمجتمعاتهم رغم عدم اعتناقهم الإسلام. فوا أسفي على ما نحن فيه، ووا شجني على ما فرطنا أنا وأمثالي في حياتنا وممتلكاتنا من أجل جلب المنفعة إلى مجتمعاتنا المجحفة هذه، التي لا يستحق أغلب من فيها إلا التجاهل والنسيان. لذا فإن محمد رمضان وكل فنان سواه بمن فيهم أنا بصفة فنان مؤلف، فإن كل واحد منا في مجتمعاتنا الشرقية العربية الإسلامية كما تدعي بأسمائها لا مسمياتها هو إنسان فنان مفترى عليه دون انقطاع. فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. لا أزال أردد صادحا: ما دمنا نعيش في مجتمع غالبيته يفتقد الثقة بالله وبنفسه أيضا، ويضع مقاليد آخرته ودنياه في أيدي سفهاء الدين كهنة المعابد المتأسلمين للمسلمين، جاعلا منه خروفا مطيعا لهم بأدنى مستويات الطاعة العمياء، فسنرى المزيد من الانحطاط الأخلاقي المشين، وسنشهد المزيد من الفساد والإفساد في البلاد والعباد،
على حد سواء. وسنكوى بالمزيد من الافتراءات تلو الافتراءات، فويل لأمة قتلتها أطماعها فباتت ترقد في قبور الجهل والنفاق. انتهيت من تحريره في يوم 12 من الشهر الثاني من السنة الميلادية 2020.